بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وسلم ربنا تسليما كثيرا. الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعلى المسلمين والمسلمات بالشفاء والهداية والدواء ولذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين. نواصل بإذن الله جل وعلا الجلسات بعدما انقطعت منذ تقريبا الآن سنة تقريبا. كانت الجلسة أو جلستين بمدينة دار البيضاء مركز القدس، وكانت الحالة تعاني من أمراض لكن خفية. الآن الأمور جلية، لكن جلية من ناحية أنها موجودة، العلة موجودة والإصابة موجودة. كانت بداية العلة الخفية لا يعرف لها سر، منها سر تعطيل الإنجاب 12 سنة، وإصابة الزوج القوية الخفية أيضا. لكنه الآن في محطة ثانية بفضل الله جل وعلا للوصول إلى مربط الفرس كما يقال، إلى الأعداء الذين سكنوا الزوج. فأصبح يتبين الآن مما لا يعمل للشك أن ثمة سر عظيم له علاقة بالموروث من أسرته وعائلته على البيت كله. ثم أن ثمة إصابة أخرى تسكن زوجه منذ الزواج 12 سنة، مما جعل تعطيل الإنجاب وتعطيل الولادة. إذن أمور داخل الأبدان خفية، مع اجتهاده بالبقرة يوميا والإكثار من الذكر والرقية والقرآن، إلا أن الأعداء لهم سر اتصال قوي بالجسد والقلب، وكذلك بالمسائل الشخصية كالزوجية وتعطيل الذرية. الآن نقف وقفات بإذن الله سبحانه وتعالى مع الرؤى والأحلام والمنامات. نقف وقفات بإذن الله جل وعلا. نقف وقفات بإذن الله سبحانه وتعالى مع الرؤى والأحلام والمنامات، ثم بعد ذلك ننتقل إلى أمور أخرى تناسب الوقت الذي سوف بفضل الله تعالى وما نراه بفضل الله جل وعلا. الزوج والزوجة، رسالتي الآن بفضل الله جل وعلا رسائل مباشرة إلى من يسكن الزوجة على وجه الخصوص، ومن يسكن الزوجة أو تسكن الزوجة على وجه الخصوص، ثم رسالة كذلك إلى من سكن الزوجين بسر متصل فيما بينهم. لماذا قل هذا الكلام؟ لأن ما دام هناك يعني تبين أن الزوج عنده سر اتصال بالموروث، فإن هناك أمور تكون خاصة عالقة بالزوج قديمة لها علاقة بنسل بأصله. ثم أن الزوجة كذلك حينما تبين أن 12 سنة زواج ولم تنجب، مع تعدي بدأت تأثرا بالعاشق وما شابه، فقد يكون كذلك التأثر الذي هو نسبي خاص بها هي إلى أن يعلم سره الحقيقي، وقد يكون السر الاتصال كذلك
أمر الزوج وبأمر الزواج. وبهذا وجب أن نبحث بإذن الله سبحانه وتعالى في الزوجين، من جهة الزوج وحده والزوج وحده، ولكن أحيانا تكون الجلسات تكون يعني مشتركة بالزوج والزوجة في هذا حتى يتضح حقيقة العلاج الصحيح. لأن الآن الزوج مصاب والزوج مصابة، لكن من يسكن البدن أو من يسكن الأبدان لهم قوة. القوة ترجع إلى السحر، إلى العشق، إلى العين، إلى الحسد، وهذا ما وجب أن نبحث فيه بإذن الله سبحانه وتعالى. الذي وجب الآن نبحث فيه لماذا من يسكن الأبدان ولماذا لهم كل هذا الجلال. يقول الجلال أي القوة والصبر. لماذا الزوج دائما يقرأ البقرة يوميا لشهور دون انقطاع ولكن لا يظهر عليه العارض؟ قال لي حينما كنت عندك قبل سنة مع أني أزور المعالجين والرقاة، لكن عندك تأثرت وبدأت في الانتفاضة وإن كانت يسيرة، لأن لا بد أن نقول أمرا جاء في ظرفية كانت الجلسة ربما لم تكن فيها ذاك النفس وذاك الجهد وذاك القوة، أو ربما لم يكن الوقت متسع أو ما شابه من الأكثار والمثبطات التي قد تكون من إنس أو تكون من جان أو تكون وكل بقدر الله، لكن لعله في كل خير. المهم أنه تأثر وفتح الباب بفضل الله جل وعلا للإصابة، أي أن هناك سير موصول في البدن. وكذلك الآن ماذا يلزم؟ الآن يلزم الأعداء الذين في البدن أن يسمعوا منا كلمة أن الأمر يكون مختلف بتوفيق الله جل وعلا. فإذا كان مع ما كان يشغلنا ويؤرقنا كان هناك التأثير بفضل الله وتأثرتم وظهر ذاك جليا ظاهرا، فالآن بفضل الله تعالى نجعل لكم من الأساليب ما هو أشد وأقوى بفضل الله جل وعلا. فإذا كان هناك من يعقدكم ويربط عليكم نساعدكم حتى تفك عقدكم وأصحابتي عليكم، وهذه نعمة جل الله علينا وعليكم والحمد لله رب العالمين. أما إن كنتم تريدون أن تكونوا أقوياء في خفاء فذاك لن يكون بإذن الله جل وعلا، لأن الأمر قطع من رب الأرض والسماء أن الله ناصرنا سبحانه وتعالى. مفهوم؟ إذن كل شيطان في البدن فليعلم أنه مخذول ومهزوم وأنه في خسران، وأنه لا له أمر ولا قدر ولا حال بإذن الله جل وعلا، وأن هذا الجسد مؤمن بالله سبحانه وتعالى، يؤمن بالله واليوم الآخر، يؤمن بقول الله تعالى، يؤمن بما أصابه فكله من الله جل وعلا كان خيرا أو شرا. وليعلم من سكن بدنه أنه ما أخذ منه إلا بقدر الله، وليعلم من سكن بدنه أنه معذب بقوة الله جل في علاه، لأنه يرى العبد مهما صنع ذاك الساحر وذاك الشيطان إلا أن العبد متصل قلبا وجسما وروحا بالله عز وجل، والحمد لله رب العالمين. فرسالتي إلى من أعذب والدته سواء كان الموروث جاء من جهة الأب أو جهة الأم، فإني أوصيك بتقوى الله جل وعلا. فإني أوصي من تسكنه كانت عاشقة، كانت مربية، كانت حاسدة، أو كان ساحرا، كان كافرا، كان فاجرا، كل من كانوا اعلموا أن الله جل وعلا ناصرنا. ومن سكنوا الزوجة، من عاشقها، أحبها، تعلق بها، سحرها، عذبها، عطل زواج، عطل إنجابها، ذريتها، من يسعى في تعذيبها وتمريضها وفي حزنها وهمها وأرقها، من يسعى بسحر خفي بحسد خفي، أو من هي حاسدة على مبايضها ورحمها، من تضيق ومن تعطل ومن تؤخر ومن تسقط، كل من هو في الجسد أعداء. إنا نوصيكم بتقوى الله تعالى وبالسمع والطاعة والتعاون على البر والتقوى. الله سبحانه وتعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا، وجميل سبحانه وتعالى، فلهذا نوصيكم بالخير كله. ونحن في بداية السير بإذن الله جل وعلا. رسالتي إلى كل من سكن البدن من ذكر أنثى، من رجل وامرأة، رسالتي من سكن البدن من جن أو شياطين أو أبالسة أو سحرة، رسالتي إلى من تعلق بالكواكب والنجوم وبأسعار القبور والمجاري والنجاسات والذبح والدم، رسالتي إلى من جاء من الأجداد بالذبح والدم، جاء على الأزواج بالذبح والدم، رسالتي إلى من جاء على الفراش والوطء والجماع والحمل والغذاء بالذبح والدم، رسالتي من جاء على العمل والمال بالذبح والدم، رسالتي إلى كل من تعلق بالأجساد، رسالتي إلى كل من تعلق بالأجساد، رسالتي إليكم جميعا معاشر الجن. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
الله جل وعلا خلق الجن وخلقهم لغاية هي عبادته سبحانه وتعالى وأن لا يشركوا به شيئا، لا ملكا مقربا ولا نبي ولا حجرا ولا شمسا ولا شمسا ولا قمرا، أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أن يكونوا لله عز وجل لا يشركوا بالله سبحانه وتعالى. ولهذا أنا أوصي معشر الجن أوصيكم في الأبدان، لقد صلت وقامت وركعت وسجدت وتصدقت وأحسنت وذكرت وخشعت، ومع كل هذا أنتم تصرون إلا على الكفر والعناد، والله جل وعلا من ورائكم محيط، يعلم سركم ونجواكم وأعلام الغيوب سبحانه وتعالى، وجعل لنصركم سببا ولنصرتكم سببا، فجاء الله بكم وأنتم في الأبدان مكرهين في الأبدان، جاء بكم وأنتم على الأبدان تأتون إلى هذا المكان في الأبدان، لعل الله جل وعلا أن ينقذكم من ضلال وكفر، وأن ينقذكم من أسحال وغي، وأن يجعلكم بفضل الله جل وعلا من أحبهم رضي عنهم والأعمال بالخواتيم. فلهذا أنا أرسلكم رسالة، الله جل وعلا طيب وجميل، والله غفور سبحانه رحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. رسالتي إلى من كان سيدا وقائدا وجبارا وعنيدا ومتكبرا، رسالتي إلى من كان على الرأس بالتاج بالعرش بالصولجان، رسالتي إلى من كان على الكتف بالجلاح والنياشين، رسالتي إلى من كان بالعقد بالقلب على الفؤاد بالعشق بالهيام، رسالتي إلى من كان بالسحر بالضلال بالسواد، إلى من كان على البطن وعلى الرحم على السوءات والمباين، رسالتي إلى من كان على اليدين على القلمين على السعي على الكسب على العمل والمال، رسالتي إلى من جاء بسحر كتب عليه الذلة والمهانة والقلة والحرمان، رسالتي إلى كل من هو الآن يعلم أن الكلام يعني لكنه في جحره أو لكنه وراء جداره أو على عرشه أو مع جنده وخدمه، رسالتي إلى الجميع، إلى كل حية سامة بلونها، إلى كل ثعبان طويل عريض بلونه، رسالتي إلى كل من تشكل في الطير وفي الحيوان، رسالتي إلى من يطير وإلى من يغوص، رسالتي إلى كل ساحر عليم، إلى كل شيطان مارد، إلى كل شيطان رجيم، رسالتي إليكم جميعا وأنتم الآن تعلمون أن الله يعلم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فبسم الله نبدأ طاعة لله جل وعلا في هذا المجلس الطيب المبارك، معطره بالصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعلها لنا شفاء وبلسما ونورا ودواء ونصرا وعزة في الدنيا والآخرة. اللهم إنك تعلم عاد عقدهم في الأبدان، فكها وحلها يا رحيم يا رحمن. اللهم إنك تعلم عدد عقدهم في الأبدان، وتعلم عدد نفثهم وسمهم وخدشهم وسحرهم في الأبدان. اللهم ربنا فكه وأبطله يا قوي يا الله. اللهم أبطله يا قوي يا الله. اللهم فكه يا قوي يا الله. اللهم أبطله يا قوي يا الله. اللهم إنك تعلم عدد أسحارهم، عدد نفثهم وعقدهم وضلالهم وسوادهم وعهودهم ومواثقهم. اللهم أبطلها وأزلها يا الله. اللهم ربنا إنك أعلم بعقولهم وقلوبهم. اللهم نتب به خيرا، فقه ربنا وعلمه ربنا. اللهم اجعلهم يتلقون آياتك بالقبول، ويتلقون الآيات ربنا بالخشوع والخضوع والنور والقبول يا حي يا قيوم. اللهم إنهم قد سودوا قلوبهم وسودوا عقولهم. اللهم إنهم قد سودوها بأسحارهم وكفرهم، سودوها بحقدهم وحسدهم وغلهم. اللهم نورها بإيمان، ونورها بالإسلام، ونورها بالإيمان، ونورها بالإسلام، ونورها ربنا بالتقوى والإحسان. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وأنت ربنا وحسبنا ونعم الوكيل. فالحمد لله حمدا كبيرا، حمدا كثيرا، طيبا مباركا فيه. أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم في هذه الساعة وفي هذا المجلس الطيب المبارك، اللهم اكتب لنا ربنا خيرا، خير الدنيا وخير الآخرة. اللهم رب هذه الدعوة التامة
والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ربنا ارزقهما الذرية الطيبة الصالحة النقية التقية الزكية. اللهم صب علينا وعليهم الخير صبا صبا ولا تجعل حياتنا كدا. اللهم اهد ربنا من أسكنهم أبداننا أو أحاطوا بنا، اجعلهم ربنا نورا لنا، اللهم اجعلهم نصرا لنا وزادا لنا يا حي يا قيوم. اللهم اهدهم واهد بهم واهد على أيديهم إنسا وجنا، واشف بهم واشف على أيديهم إنسا وجنا. اللهم إنك تعلم أسباب العلل وأسرار العلل وأصحاب العلل وحراس العلل. اللهم اجعلهم ربنا قادة في النور والدواء والشفاء. اللهم اجعلهم منارا وقبلة وفضلا وخيرا في كل فضل وهداية وأمور وبلسم ودواء وشفاء يا حي يا قيوم. اللهم إنك أنت الله لا حول ولا قوة إلا بك، لا حول من حال لا حال إلا بقوتك يا الله. اللهم اهد قلوبنا وقلوبهم، اللهم اهد أرواحنا وأرواحهم واهد نفوسنا ونفوسهم. اللهم كما برمجوهم على عداوتنا اللهم أصلح قلوبهم ونفوسهم واجعلهم ربنا في محبتنا وموالاتنا ونصرتنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. رسالتي إلى كل من اختفى وراء حجب وضلال وسرداب، رسالتي إلى كل من توارى وراء كفر وضلال وأسعار، رسالتي إلى كل من توارى وراء عشق وشهوات ونزوات، رسالتي إلى من هو يتملك وهو مقيد يفقه أو لا يفقه ذاك، رسالتي إلى كل حية إلى كل حيات إلى كل ثعبان وثعابين، رسالتي إلى كل من جاء من القردة والخنازير، رسالتي إلى من جاء بسر موصول على إبليس بهرمه وعين ونفسه ورمزه وعرشه، رسالتي إلى من جاء بكفر يلمحه يراقبه يعقله يروقه يراه يعلمه أو لا يعلمه، رسالتي إلى كل ساحر خفي في يمين أو في شمال، في أيدي أو في أقدام، في بطون أو في أرحام، في عقول أو في أفهام، يسحر في يقظة أو في المنام، رسالتي إلى كل كبير في البدن، إلى كل من يلتف عليه من أعلى إلى أسفله، رسالتي إلى كل من خيره وعقله، رسالتي إلى كل من سوده وسلبه، إلى من يمص دمه، رسالتي إلى من يسحر سحرا عظيما في طعام وشراب في هواء وفي نفس في يقظة وفي نماء وفي منام أو في طاعة أو في عبادة، رسالتي إلى ذاك الذي هو كبير في عالمه بأجنحته وطيرانه وغوصه، ذاك الذي له قوة متعددة ومختلفة ومتباينة تهابه الجن والشياطين والملوك، رسالتي إليكم وأنتم الآن حول جسدين اثنين على زوجين اثنين، رسالتي عهدكما ألا نكاح ألا زوج ألا زواج أو ألا إنجاب أو لا ذرية أو لا فرح أو لا سرور، رسالتي أن يكون المحق، رسالتي أن يكون التعب والشقاء، رسالتي أن يكون التعب والعناء، رسالتي إلى كل من تجمد في مكانه بسحر أوقف عقله وقلبه حتى يؤمن بالله جل وعلا، لا يعلم من سيره إلا شطا ولا يعلم من نفسه إلا ضرا، فافقه رحمك الله بالإسلام. لقد أحيا الله تعالى بهذا الكلام أقواما، كلام الله جل وعلا من شفاه الله به فقد شفاه ومن كفاه به فقد كفاه، إنه كلام الله عز وجل، وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. انظر إلى موضعك وإلى حالك وأنت قوي على عظام وأعصابك، خيرت على عظام وأعصاب بطن أمك فكنت قويا قادرا على الصمود وعلى الصبر حتى مع القيام والصلاة والصدقة والبر، وأنت تجري في عرق وعروق وشريان ودماء، أنت القوي من بطن أمك، أنت القوي من الصبا، أنت القوي من بطن أمك، وأنت القوي من الصبا، أنت القوي من بطن أمك، وأنت القوي من الصبا، على يد وعلى كف وعلى ذراع، أنت القوي على فخذ وعلى ساق وقدم، أنت القوي بسم الله، أنت القوي على بدن، بسم الله نعظ طاعة للمولى جل وعلا، وما النصر إلا من عند الله، فبسم الله الحي القيوم نبدأ، فبسم الله لا إله إلا هو وسع كل شيء رحمة وعلما نبدأ،
فبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء نبدأ. فبسم الله الذي به نعز ونرفع نبدأ. فبسم الله الذي به ننصر ونشفى نبدأ. فبسم الله الذي لا إله إلا هو شفاء من الله، فتح من الله، نصر من الله، نور من الله، رفعة من الله، عزة من الله، فضل وبر وخير ونور وجود من الله، والحمد لله رب العالمين. فبسم الله نبدأ. رسالتي أذكر بها شيطانا عاشقا يعشق جسدها، قوامها، بطنها، قلبها، رحمها، مبايضها، سوءتها، عورتها، يعشق أنفاسها، قلبها، بصرها، نطقها، كلامها، يعشق يدها، قدمها، يعشق جلدها، نورها، يعشق دمها، حيضها، يعشق سرها، يقظتها، منامها، يعشق صباها، صغرها، يعشقها في كل أحوالها. رسالتي إلى من تملكها يقبض عليها على مبايضها ورحمها. رسالتي إلى من يأبى أن يكون لها ولد من زوجها. رسالتي إلى من يغار على قلبها، فؤادها، رحمها. رسالتي إلى من هو ساحر داخل جسدها. رسالتي إلى ملك تملكها يراها له يقبضها. رسالتي إليه ينتفض في يمينها وشمالها. رسالتي إلى من ينتفض في يمينها وشمالها. رسالتي إلى قوي يعذبها ويضاطبها. رسالتي إلى ساحر الملك. 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 رسالتي إلى عاشق 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 ساحر الملك. في يمينها ساحر، في شمالها ساحر، في بطنها ساحر، في رحمها ساحر، في ملايدها ساحر. حية، أفاعي، ثعبان، 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 ساحر، عاشق ساحر، ثعبان ساحر، عاشق ساحر، ساحر ملك، 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 يعذب بسم الله. ساحر ملك 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 يعذب بسم الله. ساحر ملك، ساحر ملك، ساحر ملك، ساحر ملك، ساحر ملك، ساحر ملك، ساحر ملك يعذب بسم الله. فرسالتي إليك وأنت الآن حالك جلي ظاهر بإذن الله تعالى، والرسالة موصولة إلى من في بدن الزوج والزوجة. يقول الزوج: بعد أرق شديد والعمل لمدة أكثر من 10 ساعات لم أستطع النوم. استمعت إلى القرآن الكريم لمدة طويلة، فحلمت بأني في بيتي وأمسكت بحية لم أرها، وبدأت أضربها وأقول الله أكبر. وبعدها ظهرت في صورة إنسان، وظهر معها زوجها وطفليها وشخص ثالث. فقلت لهم: لنتحاور، ماذا فعلت لكم؟ وذهبت إلى المطبخ وأخذت سكينا، وظهر على غفلة ثعبان، وتحول إلى كلب أسود وفي عنقه حديد مدجج، حديد قوي مصفد، وأراد مهاجمتي، فضربته بسكين حتى قسمته، وبعدها أدخلت السكين في عينه وخرج دمه بلون أزرق. ورأيت حلما آخر، أني في البحر أغطس تحت الماء وأتنفس تحته. هذا الحلم المتعلق في البحر أراه كثيرا: الغواص، من يغوصون، الثعبان الساحر القوي، من يغوص. إذا علاجه بإذن الله بنسبة كبيرة في شياطين الغوص والمجاري والبحار. وحينما نقول ينتفض الآن يمين وشمالا، نعم، لأنهم يعلمون ما وقع الكلمة.
سلاحهم الحديد وعليهم خلود حتى تكون في الأبدان بقوة، حتى تكون قوتهم في الأبدان وربهم في الأبدان بقوة. نعم، إنهم شياطين لهم صلة بالمجاري، بالأنهار، بالآبال، بالبحار، بالغوص. ثعبان يغوص، حية تغوص، ثعابين وحيات في البحار والمحيطات. نعم، الغطس تحت الماء، التنفس تحت الماء، الغوص، الثعبان مع حياته وذرياته، على السلالة، على الزهرية، على الموروث، على الدم، على الزواج، على الزوجين، على البيت. أسحار عظيمة وشياطين وكلت لها اتصال بالمياه، ولها اتصال بالتنفس تحت الماء، ولها اتصال بالحياة تحت الماء. جاءوا بها بظلم، وجاءوا بها بكفر، وجاءوا بها بسحر تنتفض يمينا وشمالا. أحلم أني أرى الشيخ نعيم ربيع وقال لي إنه كان يهوديا، أي أن الثعبان الذي يسكنه يهودي، الشياطين يهودية، الأسحار يهودية، الشياطين في مهاجر يهودا، الأبالسة يهودية، أو منهم من أسلم لله كان يهوديا، أو سيسلم لله بعدما كان يهوديا. يهود في الأبدان، يهود في الأبدان. الغوص ثعبان غواص يهودي، حية تغوص يهودية، شيطان تغوص يهودية، عاشقة تغوص يهودية، عاشق يغوص يهودي، ساحر يهودي. عندنا الشياطين، الثعابين والحيات اليهود، ومن يغوصون جلاهم الله جل وعلا. أحلم في المنام أني أسمع كلمة الموروث، الموروث. انتبه، إنه الموروث من الجد، موروث من الجدة، موروث من الأب، موروث من الأم، موروث من الأب، موروث من الأم، موروث في المنام، موروث من الفئة المسلمة. إنه الموروث من الله، الموروث. من يبكي الآن، من يدمع الآن. إنه الموروث الفئة المسلمة تقول إنه الموروث الفئة المسلمة التي أسلمت بالبقرة، بالقرآن، بالقيام، بالصدقة والإحسان. تبكي الفئة المسلمة، قالت له في منام إنه الموروث، تعطيك كلمة لتفتح لك بابا وأسرارا ما استطاعت أن تخبر، ما استطاعت أن تدل، ما استطاعت أن تحارب. إنها تقاوم، إنها تدل على ما استطاعت، على ما قدرت عليه. فقالت إنه الموروث يا عبد الله، نراك في صلاة، نراك في قيام، نراك في قراءة القرآن. إنه الموروث، تعذب بسر من آبائك، بسر من أمك، من سر من بطن والدتك، بسر من صباك وصغرك. نراك تتعذب ونحن فئة أسلمنا لله، نبكي الآن ونرفع التوحيد. فئة مسلمة، فئة مؤمنة، فئة مسلمة، فئة مؤمنة. بسم الله. جزاكم الله تعالى خيرا، وأبشروا بكل خير. ما هذا الخشوع والدمع إلا دلالة على قلب طيب، إلا دلالة على قلب طيب، رؤوف طيب، حليم رحيم طيب. فأبشروا بكل خير يا فئة مسلمة. ويقول حلمت أني أقول عيش البحرية، وانظر دائما البحار، عيش البحرية. حلمت أني أقول عيش البحرية المربية، 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 الأم الكبيرة، الحاضنة، المرضعة، العاشقة، المتيمة. عيش البحرية، أتكوني حاسدة، حاسدة، ساحرة، خادمة، حاسدة، ساحرة، خادمة. عيش البحرية. ويقول
حلمت أني أرى ثعبان برأسين، وهذا نراه كثيرا أي نعيشه مع الناس، بل هناك بثلاث رؤوس وأربع رؤوس، ويكون بالغوص والنجاسات أقوياء، بالنيران كالتنين أقوياء، كالتنين قوية. نعم، هذه الحقيقة عشناها مع أكثر من حالة. يكون كما يكون بالأجنحة، يكون برؤوس وبأقدام دلالا على القوة والسيطرة. نعم. قال حلمت أن أرى ثعبان برأسين أراد مهاجمتي، وكنت أسمع تحريحه، وفجأة رأيت شخصا يساعدني فأعطيته سكينا فقطع الرؤوس. فئة مسلمة تجاهد في سبيل الله، ملائكة من الله، جند من الله، ملائكة الله، جند الله، ملائكة من الله، جند الله، ملائكة من الله، جند الله. قتال 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 قتال، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. بسم الله. سنأتي بإذن الله تعالى، فاسمع وافهم. قال كنت أنا وأختي وأمي وأبي، وكانت أختي تنظر إلي بغرابة، وقلت بعد أن صرعت بأبي وأمي وأنا أضحك إنها عائشة، فتبسمت في تفسير الشيخ نعيم فقلت الاتحاد والقوة. نعم، عائشة. فقلت عائشة على سلالة وعلى ذرية وعلى أب وعلى أم، عائشة على زوجين، عائشة من الصبا والصغر، الاتحاد والقوة. اتصل بأبي على الهاتف منام، وقال لي هناك شخص تعطيه صورتك ويساعدنا، فرفضت وقلت لا أشرك بالله ولو أموت. إذن الحمد لله هناك من يريد أن يسحر ويدل على طريق كفر وسحر لتقوية جن وشياطين تريد كفرا وسحرا في الأبدان، لكن القلب متعلق بعرش الرحمن، وهذه منة ونعمة من الله في اليقظة وفي المنام. قال حلمت بامرأة شقراء تضع في يدها راية إسرائيل، عاشقة يهودية، عاشقة متعلقة قوية خفية يهودية. نعم، يهودية، عاشقة قوية خفية يهودية. ولهذا هذه المنامات لها فتح ولها نصر، لها أسرار تجليها بفضل الله جل وعلا. نعم، لهذا كانوا شداء القياء حتى مع الصلاة والقرآن يتناوبون عن البدن ويأخذون المهام وراء داخل الجسد الواحد. حلمت بالعاشقة التي تأتيني على شكل زوجتي، لا أتذكر الحلم لكن تذكرت حديثي معها، فقلت لها أنت ساحرة؟ قالت نعم. وقلت لها لأجل أن تكوني ساحرة يجب عليك التبرز والتبول على المصحف، فأجابتني إني أتبول عليه فيرفع شأني. سحرة على كلام الله، على كلام الخالق الرازق، ساحرة في المنام تسحر وتقول أتبرز على كلام الله ليرفع شأني. وضع الله قدرك وعذبك وأذلك. أبى الله لا يذل من امتهن كلامه وسحر عباده في الأذلين، حتى نعلم لماذا مع كل القوة في القيام في الذكر في قراءة البقرة يوميا لشهور متعددة متواصلة ولا شيء يتجلى، لكن بدأ الفتح بفضل الله تعالى بالحركات وبالإشارات في المنامات. هذه كلها بفضل الله مقدمة سير إلى الشياطين السحرة، موصولة بالبدن من القدم من قديم، بالأم ثم بجسده بعورته بجماله بعمله بماله بزوجه بتعقيد إنجاب وذريته. فاسمع. حلمت أني صرعت وتكلم في جنبي وبدأ يقرأ سورة الفاتحة، فرحت ورددتها معه.
فئة مسلمة مستضعفة تفك عقدها بإذن الله فتنطق بكلام الله تعالى. ومن أجل ما يقرأ الشافية والكافية والواقية إنها سورة الفاتحة السبع المثاني، إنها سورة الشفاء والبلسم والدواء والحمد لله رب العالمين. فأسمعها لكل جني مهما كان حاله في قفص أو في سجن أو حبس، مهما كان حاله مقيد مكبل، مهما كان حاله مستضعف، مهما كان حاله. أقرأ عليك هذه الفاتحة بإذن الله جل وعلا بنية الفتح والنصر، وبنية بإذن الله الفك والحل، وبنية بإذن الله جل وعلا الشفاء والدواء، وبنية الإيمان وإليك نبت الرحمن، وبنية الخروج من السرداب والجحر والظلام. الحمد لله رب العالمين. نقرأها بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقرأها بنية أن تقرأها معي، وأن تقرأها معي، وأن تقرأها معي، وأن تكررها معي، وأن تأمر من معك أن يقرأها معنا، وأن يسمعوا ويستجيبوا للقراءة معنا. كلكم في شبه وفي جنبه في جسده بإذن الله من عقله ورأسه إلى قدمه. نقرأ الفاتحة بإذن الله، لا يقرأ عليها إبليس ولا شيطان ولا ساحر ولا ملك كافر بإذن الله جل وعلا. أذكركم بها وأنتم بفضل الله من أهلها وعلى سيرها، وعلى بفضل الله جل وعلا ما دعت إليه من عبادة الله جل وعلا والخضوع بين يديه، والكفر بالجبت والطاغوت، الكفر بالشرك بالله جل وعلا، الكفر بالإشراك بالله جل وعلا، الكفر بالأوثان والأصنام، الكفر بالأبدان، الإيمان بالله وحده والاستعانة به وحده، والعباد وفق ما جاء به نبيه وخليله وصفيه محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. نقولها لله يافية يا مسلمة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نسمعها بإذن الله تعالى في القلب في الصدر لكل من حبس القلب والصدر عن الأنفاس والإيمان. نسمعها لمن عقد القلب والصدر من صحة وكهان. فبسم الله نسمعها لمن في البطن والرحم والمبارد على الذرية والإنجاب. نسمعها لمن على العقل والفهم والذكاء. نسمعها لمن في اللسان وشفتيه على النطق والكلام. نسمعها لمن في اليد والقلب على العمل والمال. نسمعها بإذن لمن سحر في اليقظة والمنام. نسمعها لكل ساحر كافر لكل ساحر وكافرة. نسمعها لكل عاشق وعاشرة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه فاسمع. قال حلمت حلما لم أتذكره ولكن أتذكر أني رأيت مسعفين ومكتوب على ملابسهم باليهودية في شهر رمضان. رأيت حلما. قال بعد أرق شديد قمت لصلاة الصبح، وبعدها عدت إلى النوم بصعوبة كبيرة، واستمعت إلى القرآن لمدة طويلة. حلمت أني أرى ثعابين كثيرة في البادية إضافة مهمة جدا، وكنا نحاول قتلها أنا وأصحاب البيت. وبعدها رأيت نفسي في مكان فيه احتفال ونساء، وطلبوا مني الدخول فرفضت وقلت هذا حرام. وقلت ماذا؟ قلت هذا حرام. قلت هذا حرام فرفضت ذلك المكان. وكان في رمضان، وبعد
وبعدها رأيت نفسي مستلقي، وكان مستلقي وظهر شخص فقلت له أنت الذي أرسلت إلي جنودك؟ فقال نعم. فقال ماذا؟ فقال نعم. بعد أرق شديد قمت لصلاة الصبح، وبعدها عدت إلى النوم بصورة كبيرة، واستمعت إلى القرآن الطويل، فعلمت أني أرى ثعابين كثيرة في البادية، وكنا نحاول قتلها أنا وأصحاب البيت. وبعدها رأيت نفسي في مكان فيه احتفال ونساء، ضربني الدخول فرفضت وقلت هذا حرام. طيب، وكان في رمضان. وبعدها رأيت نفسي مستلقي، وظهر شخص فقلت له أنت الذي أرسلت إلي جنودك؟ فقال ماذا؟ فقال نعم. طيب، جميل. الأمور واضحة. ملوك وجنود وسحرة وعاشقة ويهود وثعابين وحيات وغوص وتعطيل إنجاب وذرية وحرب وصد وتحريف قرآن وكتابه بالبول والنجاسات وتعظيم للسحر والأبالسة باختصار شديد. كل هذا يعطيهم قوة في البدن لعدم الظهور. وحتى من أسلموا لله تعالى يكونوا مستضعفين داخل الجسد، لا حيلة ولا قوة للنطق والكلام والبيان والاعتراف، إلا أنهم يجلوا بعد الإشارات في المنام كقولهم الموروث وما شابه. وهذا أمر أصبح الآن جليل وواضح وظاهر بفضل الله جل وعلا. إذا هنا ندب على القرآن، على الإيمان، على العقيدة الصحيحة، على الأبدان، على الخدمة والزواج والذرية، وعلى الفئات المسلمة المستضعفة، وكذلك لإبطال الأسحار التي جاءت بكفر عظيم بكتابة القرآن كلام رب العالمين بالبول والدروط والنجاسات والعياذ بالله، سواء في الأبدان بسبب دخولها أو قبل دخولها أو بعد دخولها. فتمت شياطين الصحراء على البدن بالموروث والسلالة من أجل بقاء العلة والإصابة، وهم لهم عهد على عدم الظهور والاعتراض. هذا ما يعطيهم قوة حتى لا يرى منهم أحد ولا يتكلم أحد لكثرتهم وكذلك شدتهم وقوتهم وأسحارهم. ووجب أن نبين بإذن المولى جل وعلا جميعا أن الله غالب على أمره، ولو شاء ربك ما فعلوا، وأن ما جاءوا به سحر وأنه سيبطله الله سبحانه وتعالى، وأن من لم يؤمن بالله سيعاقب على جرمه وعلى صنيعه لصنعوا في حق كتاب الله سبحانه وتعالى، لأنهم أعلنوا الحرب على الله والله حالم بهم حتى يقول عليهم الحجة. فإن استمعوا واتعظوا وآمنوا غفر الله لهم، وإلا حق عليهم العذاب، ولا يؤمن حق عليهم العذاب، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلهذا نوصيهم جميعا ملوكا وسادة وساسة وقادة وسحرة ومحاربين، وذاك الثعبان المدجج أو ذاك المقيد المصفد في رقبته، وذاك الساحر الكافر الكافر في بدنه، أو ذاك الذي على سلالة وجاء حتى يمنع في ذريته وسط وعاقبه. إليكم جميعا كلمة واحدة نقدمها بين تعذيب وبين ترغيب وترهيب. الغاية عندنا أن نرفع الظلم عنكم وعنهم، وأن لا يبقى ظلم بفضل الله في الأبدان أو حولها. ومن جاء ظالما فلا يملك إلا نفسه، سيرى بأسا وشدة وعذابا، والله جل وعلا مع ناصرنا. أبى الله عز وجل إلا أن يذل الظالمين وأن ينصر المظلومين، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار. أنتم ظلمتم عبدا من عباد الله جل وعلا، والظلم محرم على كل بشر وعلى كل بني آدم، بل محرم حتى على الطير والحيوان، محرم حتى على الإنس والجن، حرمه الله على ذاته ونفسه وجعله من عباد محرم فظلموا. وأنتم ظلمتم بسحر، أنتم أعلم بسره واتصاله، أنتم أعلم بقوته ونفوذه وجنوده، أنتم أعلم بمكانه وموضعه، أنتم أعلم بعظمه وسلاحه وتدبيره، أنتم أعلم به في بدنه وبدنها وبدنهما وبدنهم جميعا. فسيروا على بركة الله في باب الفلاح والفتح والنصر، ألا إن نصر الله قريب. يا من رأيت العدل وتطمح إليه وتلوح بيدك وتسير إليه، نحن معك، ننصرك بإذن الله يا باغي الخير، ننصرك بإذن الله في هذا الموضع وفي هذا المكان،
ليعز في نفسه ونفسيته وإيمانه بربه وماله وذريته، ليعز في زوجه وبيته وسعادته، ليعز بإذن الله يعز من يشاء ويذل من يشاء. هو مسلم وأنتم بإذن الله تكونوا على الإسلام فتعز بإذن الله، والعزة من الله جل وعلا. ومن يبتغي العزة ومن يبتغي العزة في غير دين الله فلن يراها أبدا. العزة في دين الله جل وعلا، في طريق الله تعالى، في فلاح وصلاح مع عباد الله جل وعلا. يا من تنتظر اليمين والشمال ما هي إلا موعد قربها إليك، وما نحن فيه إلا في باب السير، في خطوات السير حتى نريك نورا من الله جل وعلا ليكون بين يديك فاقبله. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. رحمك الله بالإسلام نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. إليك وأنت تنتظر في يمين وشمالي، أما علمت أنك ظلمته؟ أما علمت يا عائشة أنك ظلمته؟ أما علمت أيها الساحر الملك الكبير أنك ظالم له؟ أيها الثعبان المبين أنك ظالم له؟ ألا ما علمت أيها الثعبان بالجناح والأجنحة والرأس والرأسين كيف ينصر الله تعالى عبده حتى في منام فيؤيده سبحانه بجنود وحراس وأعوان؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هيا إلى الله عز وجل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. رسالتي إليكم: من فتح له باب نصر في منامات؟ هي سؤال. من فتح له نصرا في رؤى ومنامات؟ هو سؤال وجهه من فتح له تجليات ومبشرات في رؤى ومنامات؟ إنه الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه ينصر من شاء كيف شاء بما شاء، لا إله إلا هو. فشاء ربك جل وعلا أن ينصره نصرا عزيزا حتى في منامه. فمن قطع الرأسين قادر بإذن الله جل وعلا أن يقطع رؤوسا أخرى. ففهم هي رسالة ليعلموا أن في عزة من الله عز وجل. لن يضيع القلب الطيب وتضيع أنفاسه أبدا، ولن تضيع ثمار الجهد والكسب والسعي الطيب أبدا، ولن تضيع طاقات وأنوار القرآن والصلاة أبدا، ولن تضيع بفضل الله رميات الدعوات أبدا. فافقه. فمن بتر الرأس والرأسين ومن حز الرأس والرأسين ومن قطع الرأس والرأسين إنه من الله عز وجل. ومن جل الثعبان وعلى رقبته الحديد إنه الله جل وعلا. ومن جعلهم يهتفون وينطقون إنه الموروث بقوة وفضل من الله جل وعلا. ومن جعلكم الآن في يمين وشمال تنتفضون إنها رحمة من الله عز وجل، ما هي إلا بداية الغيث. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. هي رسالة أوجهها لا لزاما علي أن أوجه وأن أبين، ليكون كل واحد منكم بفضل الله في موضع ومكان يناسبه. يحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. لا بد أن يكون التمحيص، أهل يمين وأهل شمال، أهل فوقية وسفلية، أهل وسطية وأهل اعتدال، وليتجلى أهل البطش والطيش والجرم والكفر والعلو والاستكبار والعناد والسحر والأسحار والعدوانية والظلم والانتقام، فيروا حينها بأسنا. واعلموا أن سنة الله ماضية، واعلموا أن النصر من الله آت، واعلموا أن النصر من الله جل وعلا آت. فهي رسالتي إلى قائدكم ونحن في حرب، رسالتي إلى قائدكم ونحن في حرب.
سرعان ما يتبرأ منكم وتبرؤون منه، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. والله ستراها عيانا، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ستراها في الدنيا قبل الآخرة عيانا. أيها السحار تذكر من جاء بك، أيها الساحر تذكر من جاء بك ومن جاءت بك إلى جده جدته أمه والده والده. تذكروا جميعا من جاءوا بكم ظلما وزورا، وتذكروا من جاءوا بكم على زواجه وزوجه وحلمه وإنجاب وذرية. تذكروا هذا جيدا. تذكروا من جاءوا بكم، من أعطيتهم العهد والوعد، ومن أعطوكم من الذبائح والقرابين والأسحار. تذكروا ماذا كان بينكم من العهود والمواثيق. تذكروا ماذا كان بينكم من الابتسامات والكلمات التي فيها استخفاف واستهزاء بكلام الله جل وعلا وبالمسلمين، أنكم ستكونوا عليه نكالا وعذابا وحرمانا وشدة حتى لا تنعم ذرية أبدا. تذكروا كيف جئتم إليهم أول مرة، حتى وإن ذهبت السنين، لكن لا زالت تلك الإشارات تلقونها بوقع الكلمات، بوقع الأسحار القوية التي كانت على جد، على أم، على أب، على أم، ولا زالت في بطن، في أحشاء وأمعاء، ولا زالت تلك الأسحار التي كانت في الصغر ولا زالت، التي كانت على خطبة وزواج ولا زالت، التي كانت على سفر وبيت ولا زالت، التي كانت على عمل ومال ولا زالت، تلك التي كانت ولا زالت. تذكر أيها الثعبان أنك كنت ترقب دائما النعم تجلى عليه وعلى زوجه، ترقب دائما خيرات تجلى عليه وعلى زوجه، حتى تفسدها وتعذبها وتعطلها تلك الحاسة التي معك التي عليه وعلى زوجه. تذكر كيف أمرتها، كيف عذبتها، وكيف كنت توصلها رسائل الكفر والسحر حتى تسوي وجهه ووجهها، تعذب نفسه ونفسها، تمحق ماله ومالها. كنت وكانت وكنتما وكنتم عليه وعليها وعليهم جميعا. هي رسائل موجهة تذكركم بجرمكم وجرائمكم التي لا تعد ولا تحصى من الصبا والصغر إلى الآن. انظروا كم سنة زواج، 12 سنة للزواج، فلا إنجاب ولا ذرية، وأعجزتم الأطباء وحيرتم العقلاء. ذاك السر الذي على مبايضها وعلى رحمها، ذاك السر العظيم الذي للعاشق المتيم المغم، للحاسة القوية العظيمة. ذاك السر وذاك السحر وذاك الحسن يجليه الله جل وعلا. فاسمعوا جميعا واعلموا أنكم ظالمون آثمون، أنكم ظالمون آثمون لنفس وروح، ظالمون آثمون لنفس وجسد وقلب وروح، ظالمون آثمون لكل ما تملك ويملك، ظالمون آثمون. إني أذكركم طاعة لله جل وعلا، وأذكر فئة مسلمة طيبة خيرا أسلمت بعدما كانت يهودية أو نصرانية، أو أسلمت لله جل وعلا وأحسنت إسلامها بعدما كانت مسلمة مستضعفة. إني أذكر من أسلمت في قراءة البقرة في أولها ووسطها وآخرها، أذكر من أسلمت بعد تكرارها، أذكر من أسلمت في يقظته أو يقظتها أو منامها، أذكر من أسلموا ومن أسلمنا ومن أسلمت، من أسلم ومن أسلمت ومن أسلم ومن أسلمنا لله جل وعلا جميعا. كل من أسلمت وأسلم لله جل وعلا، إلى كل من هو على اليمين وعلى الشمال في الله وفنان، إلى من أسلم لله عز وجل، أبيضا نقيا تقيا مباركا، يتلو القرآن يذكر بالله
جل وعلا، إلى من هو بفضل الله يرفع الراية والسيف، إلى من يذكر بفضل الله جل وعلا بالقرآن والرقية، إلى من يذكر بإذن الله جل وعلا فك العقد وذكر الحصون، إلى من يذكر بإذن الله بالاتهام، إلى من يذكر بإذن الله جل وعلا بالصبر والصلاة والقيام والتصدق والإحسان، إلى من هو مسلم 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 مسلمة، إلى مسلم 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 مسلمة، إلى مسلم 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 مسلمة، إلى مسلم 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 مسلمة، ضربه في يمين وفي شمال، إلى مسلم 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 مسلمة، إلى مؤمن 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 مؤمنة، إلى مجاهد مجاهد مجاهدة، مرابط 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 مرابطة. بسم الله بسم الله بسم الله. اعلم رحمك الله جل وعلا أنك أعلى من كل كافر، حتى وإن تعالى بكفره وبجنوده وقوته فأنت أعلى بالله جل وعلا، والنصر آتي بالله فاصبر إن وعد الله حق، اصبروا وصابروا ورابطوا لعلكم تفلحون، وما النصر إلا من عند الله جل وعلا، إنما النصر مع الصبر، فاصبر طاعة الله جل وعلا، فهي إلى الله جل وعلا، فهي إلى الله سبحانه وتعالى. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، 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 اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. إلى فئة المسلمات اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون، اصبروا وصابروا ورابطوا، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون. بسم الله تحل العقد من بطون الآباء، من بطون الأمهات عقد، من بطون الأمهات عقد، من بطون الأمهات عقد، تحل العقد. بسم الله تحل العقد، بسم الله تحل العقد على الموراث عقد، على الموراث عقد، على السلالة عقد. بسم الله تحل العقد، 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 بسم الله بسم الله تحل العقد، تحل العقد، بسم الله 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 تحل العقد على الجان عقد، على الجان عقد، على الجان عقد، على الجان عقد. بسم الله تحل العقد، بسم الله تحل العقد، بسم الله تحل العقد على الجان عقد، على الجان عقد. بسم الله تحل العقد، بسم الله تحل العقد على الجان عقد، على الجان عقد. بسم الله تحل العقد، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تحل العقد على الجان عقد. شيطان معقوله، شيطان معقوله، شيطان معقوله، شيطان معقوله، شيطان معقوله، شيطان معقوله على الجان عقد، على الجان عقد، على الجان عقد، على الجان عقد. شيطان معقوله، شيطان معقوله على الجان عقد، على الجان عقد، على الجان عقد. شيطان معقوله، شيطان معقوله، شيطان معقوله، شيطان معقوله، شيطان معقوله، شيطان معقوله،
معقوله شيطان معقوله شيطان معقوله شيطان معقوله شيطان معقوله جان 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 معقوله شيطان معقول بسحر عظيم معقول بسحر عظيم على الأم معقول على الأب معقول بسحر عظيم على الأم معقول على الأب معقول بسحر عظيم على الأم معقول على الأب معقول بسحر عظيم في الأم معقول في الأب معقول بسحر عظيم على الأبناء معقول على الأزواج معقول على الأبناء معقول على الأزواج معقول بسحر عظيم معقول على الأبناء معقول على الأزواج معقول بسحر عظيم على الأبناء معقول على الأزواج معقول بسحر عظيم على الأبناء معقول على الأزواج معقول بسحر عظيم على الأبناء معقول على الأزواج معقول على الأبناء معقول على الأزواج معقول بسحر عظيم معقول على الأبناء معقول على الأزواج معقول بسحر عظيم معقول على الأبناء معقول على الأزواج معقول على الأبناء معقول على الأزواج معقول بسحر عظيم معقول على الأبناء معقول على الأزواج معقول على الأبناء معقول على الأزواج معقول شيطان ساحر 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 معقول شيطان عاشق 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 معقول شيطان ساحر معقول شيطان عاشق معقول شيطان ساحر معقول شيطان عاشق معقول شيطان عاشق معقول شيطان ساحر معقول شيطان عاشق معقول شيطان ساحر معقول شيطان عاشق معقول. فبسم الله نذكر طاعة لله جل وعلا، والحمد لله حمدا كثيرا كثيرا طيبا مباركا فيه. كل من سكن طاعة لله جل وعلا، والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، وحده لا شريك له،
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله 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 بسم الله. بها يبطل كل سحر عظيم 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 في المجاري عظيم، في النجاسات عظيم، في المجاري عظيم، في النجاسات عظيم، في المجاري عظيم، في النجاسات عظيم، في الآبار عظيم، في الآبار عظيم، في الأنهار عظيم، في الآبار عظيم، في الأنهار عظيم، في الآبار عظيم، في الأنهار عظيم، في البحار، في البحار، في البحار عظيم، في البحار، في البحار، في البحار عظيم. سحرهم عظيم على القرآن بالنجاسات، 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 على القرآن، على القرآن، على القرآن، على القرآن، على القرآن، على القرآن بالنجاسات، على القرآن بالدماء والنجاسات، بالدماء والنجاسات، بالدماء والنجاسات، بالدماء والنجاسات، على القرآن، على القرآن، على القرآن، على القرآن بالدماء والنجاسات، بالدماء والنجاسات، بالدماء والنجاسات، بالدماء والنجاسات، على القرآن بالدماء والنجاسات، بالدماء والنجاسات، على القرآن، على القرآن بالدماء والنجاسات، بالدماء والنجاسات، على القرآن، على القرآن، على القرآن، على القرآن بالدماء والنجاسات، بالدماء والنجاسات، على القرآن، على القرآن، على القرآن، على القرآن بالدماء والنجاسات، بالدماء والنجاسات. ساحر عليم خفي، ساحر عليم خفي، شيطان 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 شيطان ساحر عليم خفي، 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 شيطان من الأجداد ساحر، من الجدات ساحر، من الآباء ساحر، من الأمهات
ساحر شيطان ساحر خفي 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 شيطان ساحر شيطان ساحر من الأم ساحر من الأب ساحر من الزواج ساحر على 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 الزواج ساحر من القريبات ساحر من القريبات ساحر على الزواج ساحر من القريبات ساحر من الزواج ساحر على الزواج ساحر من القريبات ساحر على الزواج 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 ساحر من القريبات 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 ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر خفي ساحر قوي ساحر خفي ساحر قوي ساحر في الحصان ساحر مدجج 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 ساحر في الحصان مدجج في الحصان 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 ساحر شيطان مدجج شيطان ساحر شيطان مدجج شيطان ساحر ثعبان مدجج ثعبان 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 ساحر شيطان مدجج شيطان 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 ساحر ثعبان مدجج ثعبان ساحر ثعبان مدجج ثعبان ساحر ثعبان مدجج ثعبان ساحر ثعبان
مدجج ثعبان ساحر ثعبان مدجج ثعبان ساحر ثعبان مدجج ثعبان ساحر شيطان مدجج شيطان ساحر شيطان مدجج شيطان ساحر ثعبان مدجج ثعبان ساحر ثعبان مدجج ثعبان ساحر شيطان مدجج شيطان ساحر شيطان مدجج شيطان ساحر ثعبان مدجج ثعبان ساحر ثعبان مدجج ثعبان ساحر شيطان مدجج شيطان 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 ساحر عقد عظيمة عقد قوية 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 من البطون عظيمة من الزواج عظيمة من البطون عظيمة من الزواج عظيمة عقد قوية 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 عقد قوية. شنو كتحس الاحساس الداخلي لما كنقول عقد؟ شنو كتحس؟ شنو نقول لك بحال ملي كتبدل النبره ديال الصوت ديالك بحال شي حاجه كتخدع بحال شي حاجه كتهز. وشنو واليدين ما كتحكمش فيهم. اليدين ما كتحكمش فيهم. بحال كتجي ديك التبريشه فهمتي. اييه. والبطن تاعك واش تحس بالجسد الداخل؟ البطن ديالي ما كتحس بالامور عاديه. البطن ديالي بحال هي الاكل المنامي تقريبا واحد مده سنين دابا يوميا كناكل. سي في المنام ملي كناكل اش عرفنا. دابا كتكلم ملي كنغيرتي النبره والصوت القوه كتهز كتبحال الخلعه وكتنفض واليدين ما كتحكمش فيهم. واخا يلاه غمض عيني حسنتي رفعي يدك. انا واش خرجت كده ما قدرتش تصبري ماشي مشكل. يعني بسم الله. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلمات ويحق الله الحق بكلمات ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ويحق الله الحق بكلماته
ولو كره المجرمون ويحق الله الحق بكلماته 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 ولو كره المجرمون ويحق الله الحق بكلماته 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 ولو كره المجرمون ولو كره المجرمون. بسم الله يبطل كل سحر لليهود عظيم يبطل كل سحر لليهود عظيم يبطل كل سحر لليهود عظيم. بسم الله يبطل كل سحر لليهود عظيم يبطل كل سحر لليهود عظيم لليهود عظيم. بسم الله يبطل كل سحر لليهود عظيم يبطل كل سحر لليهود عظيم. بسم الله يبطل كل سحر لليهود عظيم يبطل كل سحر لليهود عظيم. بسم الله يبطل كل سحر لليهود عظيم يبطل كل سحر لليهود عظيم عظيم. بسم الله يبطل كل سحر لليهود من عمل اليهود لشياطين اليهود لملوك اليهود يبطل كل سحر لليهود عظيم. بسم الله يبطل كل سحر لليهود عظيم. بسم الله يبطل كل سحر عظيم لليهود عظيم يبطل كل سحر لليهود شيطان يهودي مسوني يهودي 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 شيطان يهودي مسوني
يهودي شيطان يهودي مسوني يهودي شيطان يهودي مسوني يهودي شيطان يهودي مسوني يهودي شيطان يهودي مسوني يهودي شيطان يهودي مسوني يهودي شيطان يهودي مسوني يهودي شيطان يهودي مسوني يهودي شيطان يهودي مسوني يهودي شيطان يهودي مسوني يهودي شيطان يهودي مسوني يهودي شيطان يهودي مسوني يهودي شيطان يهودي مسوني يهودي شيطان يهودي مسوني يهودي شيطان يهودي مسوني يهودي شيطان يهودي مسوني يهودي شيطان يهودي مسوني يهودي شيطان يهودي مسوني يهودي شيطان يهودي مسوني يهودي شيطان يهودي مسوني يهودي شيطان يهودي مسوني يهودي شيطان يهودي مسوني يهودي. لما كنقول شيطان يهودي مسوني يهودي الان كتزاد في البطن تاعك كامل كانها كترعد كلها راح معي كلها المهم غير نوصلها كترعد كلها. شيطان يهودي مسوني يهودي 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 ساحر يهودي ساحر يهودي ساحر يهودي ساحر يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي ساحر يهودي شيطان يهودي مسوني يهودي ساحر يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي ساحر يهودي شيطان يهودي ساحر يهودي مسوني يهودي شيطان يهودي ساحر يهودي مسوني يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي ساحر يهودي شيطان يهودي حاسد 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 يهودي شيطان يهودي ساحر يهودي شيطان يهودي ساحر يهودي ساحر يهودي ساحر يهودي ساحر يهودي ساحر يهودي حاسد يهودي حاسد يهودي عاشق يهودي عاشق يهودي عاشق يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي في يدي يهودي في يدي يهودي في يدي يهودي في يدي مسوني في يدي يهودي في يدي مسوني في يدي يهودي في يدي مسوني شيطان يهودي شيطان مسوني شيطان يهودي شيطان مسوني في يدي يهودي في يدي مسوني شيطان يهودي شيطان مسوني شيطان يهودي شيطان مسوني. انت اللي حليتي يدك هكذا ولا عييتي ولا ولكن يدك ما تحكمش نهائيا كاين الوصله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته
ولو كره المجرمون. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. بسم الله تحل العقد بسم الله تحل العقد بسم الله تحل العقد بسم الله تحل العقد. الله أكبر بيا كل عين نظرت وما ذكرت. الله أكبر بيا كل عين نظرت وما بركت. الله أكبر بيا كل عين حارت. الله أكبر بيا كل عين. الله أكبر بيا كل عين. الله أكبر من كل عين حارة سامت نظرت وما بركت نظرت وما ذكرت. الله أكبر من كل عين نظرت وما ذكرت نظرت وما بركت. الله أكبر من كل عين. الله أكبر من كل عين الله أكبر من كل عين نظرت وما ذكرت نظرت وما بركت. الله أكبر من كل عين حارة. الله أكبر من كل عين سام. الله أكبر من كل عين حارة. الله أكبر من كل عين سامة. الله أكبر من كل عين في الدماء جرت في الدماء جرت في الدماء جرت. الله أكبر من كل عين حارة سامة في الدماء جرت في الدماء جرت في الدماء جرت. بسم الله تقال كل عين حارة سامة في الدماء جرت. لا إله إلا الله 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 والله أكبر. بسم الله يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم
يبطل كل حسد عظيم في الدماء جرى في الدماء جرى بالأوهام جرى بالأسقام جرى يبطل كل حسد عظيم في الوجه جرى في اليدين جرى في العورات جرى في الأقدام جرى يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد يبطل كل حسد يبطل كل حسد عظيم بسم الله يبطل كل حسد يبطل كل حسد جرى بسم الله يبطل كل حسد عظيم جرى يبطل كل حسد جرى بسم الله يبطل كل حسد عظيم 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 جرى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا بسم الله تبطل كل عين نظرت وما ذكرت نظرت وما بركت نظرت وما ذكرت نظرت وما بركت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لما كنا نقول العلم حسد عادي نهائي ما تسب والو، فقط لما كنجي رقية السحر والعقاد اللي كتأثر بها. طيب وانت؟ انا ما حسيت نهائيا. ولما كنت لداخل غير البرد لما كنا نقول العاشق والساحر ما حسيت بوالو نهائيا، حيت انا طحت عندك بجوج الخطرات والله بقيت تبعت مع داك السيد، يعني ما بقيتش كنحس حتى شي حاجه. جميل، يعني ما حسيت بوالو حتى الزوج ديالي راه اكتشف، يعني ملي كنقرا قراني ما بقيتش كنتاثر. ولكن شوفي انا لك ناصح. طيب مزيان، طحتي هنا وصلعتي وملي مشيتي ما بقى والو مزيان، ولكن ماشي معنى انك نقولوا صافي انك يعني خصنا ولا بد نديروا برامج من اجل نتاكدوا من العلاج. لا بغيت نوصلك زعما ملي انا هذيك المره ملي يلاه دخلت هداك بقيت كنبكي بزاف. لا انت في الاول في شي الله بديت ما حسيتي بوالو، متاكده؟ والو والله حتى غير البرد. دابا حتى مؤخرا كنت في شهر 8 ملي جينا كنا غنجيو عندك في شهر 8 كنا واحد انا وواحد الرقيق في الاناره ومشينا عنده ضيعت عاوتاني كتصرع بالعين والحسد صافي هذيك. المهم من وراها خديت برنامج ديال سوره البقره وكنت كنقراها ديما. ايوا الاذكار ديالي وداك الشيء صافي الحمد لله وليت كنحس. ياك كاين واحد النوع ديال التحسن ماشي بحال الاول كنتحسن. دابا بقاي معايا، التحسن مش هو العلاج. التحسن هو بقاي معايا دابا. شوف انا كنعطيك دابا الخبره وداك الشيء. التحسن انت اصلا عندك تعطيه الانجاب 12 عام مزيان. الا كان هو عاطي العهد والوعد، سمعوا مزيان حيا الشيطان، الا كان هو عاطي العهد والوعد على عدم الانجاب لسر، اما تاهي موروث او بسحر في الزواج او عاشق قوي او حاسده او ما شابه، هو ملي كيشوف الدق عليه وتكشف امره راه في صالح انه يختبر، خاصه ان مع ان عنده طاقه الان اجتهاد وقراءه القران. مفهوم؟ اذا ديك الامور اللي كان كينفذها كالعصبيه
ويغيرها ما بقاتش، ولكن الامر الاخر راه باقي. فهمتي كيف كندوي؟ حيد داكشي اللي كيبان وداك الشيء اللي ما كيبانش راه خدام عليه. اذا هنا انهم اقوياء، ولكن ماشي معنى الدليل نفس الامر اللي عند الزوج، كاينه الحركه ولكن ما كاينش شي حاجه اخرى، صح؟ هنا اش خاصنا نديرو؟ خاصنا نبحثوا علاش كتسمى حاله معقده ومستعصيه وكذا وكذا، والا كل واحد كاع ما توصلوا له تسناو هذه المده طويله، صح ولا لا؟ ما كان يقول لكم صافي وتي مزيان حيد ناقص وحده نقصتي علينا بقى لا خطا، لا ماشي والو، كاين فيكم جوج عندكم السحر القوي وغادي يبان. انا ماكش غادي نديرو باذن الله صافي. دابا ما غاديش نمشيو، دابا نتو على شنو المشكل؟ لا كاين مشكل، كاين مشكل.